اليوم حنوجدوا هاد لي ساندويتش اللي يليقوا مع هاد الحال بهاد الخبز اللي يوجد بالخف ويجي خفيف وبلا ما تعجنوه، ونديروا تاني لاصوص فخوماج اللي راح تعوض لا مايونيز. نبداو مع الخبز. نفرغ زوج كيسان حليب دافي، مغرفه كبيره خميره الخبز، مغرفه صغيره سكر، كاس سميد رقيق. نحرك مليح كلش ومن بعد نغطيه ونخليه يخمر في بلاصه دافيه. بعد ما خمر نزيد 4 كاس زيت زيتون، حبه بيض، نخلط كلش ومن بعد نبدا نزيد الفرينه. درت 4 كيسان ونص وما ننساش الملح. نبدا نحرك كلش غير بالمغرفه حتى تدخل كامل الفرينه في العجينه اللي راح تكون تتلاصق كيما راكم تشوفوا. ندهنها بشويه زيت زيتون، نغطيها ونخليها تخمر. بعد ما خمرت ندهن يدي بشويه زيت وندير دي بول تاع 150 غرام. نرش شويه سميد على لو بلان دو طرافاي ونزيد نرش على العجينه باسكو طريه وتتلاصق. نحل العجينه هكذا وتقدروا تستعملوها غولو. ومن بعد نقسمها هكذا على زوج بالموس، نغطيهم ونخليهم يخمروا ونطيبهم في طاجين ملي دو كوتي على نار متوسطه. نوجد لاصوص فخوماج. ناخذ فخوماج واليد تشيزو، هذا جبن حقيقي ما فيش مواد حافظه وسون غلوتين، فيه بزاف لي سافور، وهذا اللي حنخدم به سافور 3 فروماج. ندير منه زوج معارف كبار، نزيد زوج علب تاع ياغورت ناتور حركته مليح قبل ما نزيد شويه فلفل كحل، شويه ملح، ونحرك كلش. نزيد نص كاس تاع المايس، نص كاس تاع لي كورنيشون، حبه بصل صغيره قطعته رقيق، ونخلط كلش. وهنا قليت صدر دجاج متبل، نحط لكم لي زيبيس اللي حطيتهم في لي كومونتير، وزدت راس توم خليته بقشورو باش يتلقوا البنه وراح يجي خير من التوم مسكرفتش. كي يطيب القشره تنحى فاسيلمون هكذا. وهنا عمرت الخبز بشويه دجاج ولا صوص فخوماج وورق شلاضه.